السلام الله عليكم واهلا بكم من جديد في مطبخ شريفه كويزين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير حبيباتي. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تسجلوا فيها بالضغط على زر الاشتراك او صابوني، وكذا تفعيل القناه بالضغط على الجرس. ان شاء الله غنقدم لكم غراتان بكويرات البطاطس بحشوه الدجاج. هاد الوصفه كتجي لذيذه سهله في التحضير ديالها مغذيه. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليوا لي ردود وتعليقات، وكذلك دعموا لي الفيديو وتنشروا الوصفه مع الصديقات ديالكم. اما اذا بغيتوا تشوفوا الوصفه ما عليكم غير تتابعوني على الفيديو. فرجه ممتعه حبيباتي. نبداو على بركه الله. غنعطيكم المقادير مع الطريقه. كما كتشوفوا هنا عندي كميه من البطاطس مسلوقه، تقريبا عندي هنا 800 غرام حتى الكيلو. بصراحه ما كنعمل غير عيني ميزاني. غنضيف ملح، فلفل اسود او الابيض يعني الابزار، قزبر ومعدنوس مقطعين، توابل خاصه بالدجاج. غنضيف كذلك بصل مجفف اذا كان عندكم موجود، مكانش نعملوه يعني نعوضوه باي حاجه. والتوابل دائما كما كنقول لكم كتبقى حسب الذوق ديالكم، يعني عملوا التوابل اللي حبيتوا. 2 معالق الحليب يعني ملعقتان من الحليب. نطحن البطاطا مع التوابل يعني بهذه الآلة اليدويه. هنا بعد ما انسجمت المقادير مع بعضها مزيان. بالنسبه للحشوه عندي هنا قطع من الدجاج مقطع الى قطع صغيره، عملته في المقله مع بصل وفلفل اسود وتوابل الدجاج الملاح، خليته كيطيب مزيان. من بعد حيدته وصفيته من الزيت. غنجيب قليل من البطاطس، غنعمل في وسط منها ديك الحشوه الدجاج، ومن بعد غنشكلها كويرات. كتبقاو نتوما حسب الذوق ديالكم، يعني عملوهم كبار او صغار. ودائما ندهنوا يدنا بالزيت. غنعمل ديك الكويرات في طبق اللي غيدخل الفران اللي دهنته بالزبده. نبقى هيدا كنشكل الحشوه حتى نكمل حتى نسالي الكميه اللي عندي. نمشيو دابا نوجدوا الصلصه بيشاميل. غنجيب كسرونه غنعمل فيها 30 غرام الزبده، تقريبا معلقه كبيره ونص. نشعل عليها النار ونخليها حتى تذوب. هنا بعد ما ذابت الزبده غنضيف 30 غرام الدقيق الابيض، معلقه ونص كبيره تقريبا. نمزج المكونات مزيان مع بعضها، ومن بعد غنضيف الحليب. الحليب عندنا 300 ملل، ولكن في الاول غنضيف غير قليل منه. نخلط المكونات باش ما تكورناش الخليط. غنضيف الملح وغنضيف باقي الحليب وانا كنخلط، يعني نمزجو الخليط باش ما يتحرقش. هنا بعد ما وجد غنضيف جوزة الطيب يعني جوز الطيب، او يمكن نعوضوها بفلفل الاسود او الابيض. هنا الصلصه ديالنا وجدت، غنخويوها مباشره على الكويرات البطاطا، كويرات بالصلصه. من بعد غنجيب الجبن مبشور نرشو عليها، ندخلو الطبق ديال الفران اللي يكون سخون. الطبق خصو غير يعني يتحمر، نحصلو غير على لون ذهبي، ومن بعد نخرجوه حيت كلشي فيها طيب. ها هو الطبق ديالنا بعد ما خرجناه من الفران. كيجي بصراحه لذيذ، ويعني المقادير ديالو متوفره وسهل في التحضير ديالو. ما عليكم غير تجربوه وانا متاكده غيعجبكم. كما كتشوفوا الكغاتان كتجي معلكه، كتجي بصراحه لذيذه بزاف بزاف. ما تنساوش تخليو لي جيم يعني لايك، او كذلك نشروا الوصفه مع الصديقات ديالكم، وتخليو لي تعليق وردود تحت الفيديو. الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده وحلقه جديده، في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.